ذكرت الاخوان، يعني المباراه ما كانش سهله، لعبنا مع فريق كبير وفريق اللي الموسم اللي فات يعني بطل العصبه وبطل في الدوري المغربي، فما كانش مباراه سهله. ركزنا عليها، اشتغلنا عليها في هذه الفتره ديال التوقف. الحمد لله، يعني داكشي اللي خدمنا عليه في التدريب هو اللي طبقناه في الملعب. حاولنا اننا نسدوا الفراغات باش ما يدوزولناش، لان كنعرفوا فريق الوداد كيبغي يحتفظ بالكره وعنده لاعبين اللي في وسط الميدان اللي هما في المستوى، فحاولنا نشتغلوا على هذه النقطه هذه. اللاعبين ديالنا ديال الليفار الحمد لله اليوم كانوا في المستوى بدون استثناء الجميع. الحمد لله، كنتمنى ان شاء الله اننا نبقاو ماشيين في نفس المسار ان شاء الله، ونحققوا ان شاء الله شي لقب ونهديوها للجماهير ديالنا اللي كتستحق كل شيء. بدا غيعطينا واحد، بصراحه يعطينا واحد دافع معنوي كبير، لان كما قلتي المباريات اللي فاتوا كانوا كيتخلقوا فرص ولكن ما كنسجلوش، وكان بامكاننا المقابلات اللي فاتوا نفوزوا بنتيجه كبيره. اليوم هذا واحد دافع معنوي، لان باش تسجل 3 على فريق الوداد هذا يعني شنو نقول لك، 3-0 ديال اليوم، فهي غادي تخلينا نشتغلوا اكثر ونسجلوا اكثر. شنو نقول لك، كنشكر اللعابه زعما الصراحه، والجمهور زعما الجمهور دائما، ماشي اليوم عاد، الجمهور ديال لي فارم دائما فهو كيدعم النادي ديالو، كيدعم اللاعبين ديالو. كنتمناهم يبقاو يشجعوا اللاعبين كاملين، كما كنذكر دائما يشجعوا اللاعبين كاملين بدون استثناء، اللي كيلعب واللي ما كيلعبش، باش نقدروا ان شاء الله اننا نمشيو ان شاء الله نمشيو في مسار مزيان ان شاء الله. تفرجنا على الكونكيرون ديريكت ديالنا، كان صعيب علينا اننا مورا لا روبريز ديال الشامبيون كما كتعرفوا كان واحد التوقف اللي هو صعيب، ولكن توقف كبير باش تجيو دير هاد لا بريستاسيون هادي بلا مانيير درنا بلو جو لا مانيير وبزاف د الحوايج يعني والريزولتا. الحمد لله، مع لي اننا نقدم الشكر للاصدقاء ديالي، قدموا مقابله رجوليه، وان شاء الله كنوعدوا الجماهير والناس ديالنا اللي كيبغوا فريق الجيش الملكي اننا غنتقاتلوا مع الفريق الاخر رمق ونحطوه في البلاصه اللي كيستحق ان شاء الله.